ازيكم؟ انا النهارده قررت اركب حاجه جديده للمكتب عندي. ماوس باد. ماوس باد كنت محتاجها، وكمان المكتب عندي كان محتاج حاجه كده، ممكن نقول مهمه قوي، الا وهي ان انا نظفت المكتب. طيب، واحده من الحاجات اللي احنا بنتعب فيها او بنعاني فيها هو تنظيف المكتب، من خوف بقى ان احنا نبوظ حاجه في البي سي او التنظيف بتاعنا ما يكونش ناجح. فانا هقول لكم على تريكات وازاي تنظف البي سي بتاعك بسهوله، بطريقه سهله جدا، من غير ما نخسر اي حاجه. يلا بينا. يلا بينا. طيب، اول حاجه بتشوفوها معايا في الفيديو اللي انا بعرضه لكم حاليا، ان انا الماوس باد القديمه اللي انا اخترتها اختيار كان سيء، خلينا نقول سيء. ما تشتريش الماركات اللي على النت من غير ما تجربها. طيب، انا اشتريت ماوس باد احترافيه، وهقول لكم على كل حاجه، تكلفه اي حاجه قدام منكم. انا اسف. اولا، الماوس باد اللي انا جبتها دي كان عليها عرض من على شركة امازون. سعرها كان 600 جنيه، وهي على المواقع او على الويب سايت ب 800 جنيه. الماوس باد دي محترمة جدا، ادائها احترافي قوي، لان انا بستخدم ماوس غالي قوي، اللي هو الريزر باليستكس في 3، ولكن اداؤه ما كانش حلو على الماوس باد دي. طيب، ايه تاني حاجه انا عملتها؟ اول ما شلت الماوس باد ببدا اشيل كل الكيبلز اللي انا مركبها في البي سي بسهوله وبالراحه خالص، ومن غير اي تعقيدات ولا استعجال. بنشيل كل الكيبلز. بعد كده بنتجه لجزئيه ان احنا نشيل الشاشات، زي ما انتوا شفتوا قبل كده. بنبدا بقى بعد كده نخش على الجزئيه اللي بعدها، الا وهي ان احنا نبدأ نروح على جزء بتاع الكيسة ذات نفسها بقى. هنروح لها بقى ونشوف هنعمل فيها ايه كتنظيف او ايا كان، لان هي اهم شيء او اهم نقطة موجودة معانا هي ال الكيس، وازاي هننضفها، لان هي اكتر حاجة متعبة. اول شيء، لو انت بتنضف المراوح او اي حاجة من الحاجات دي، ان انت تتأكد او تبقى مخلي بالك ان نقطة المراوح والحاجات دي نقطة مقلقة قوي او مخيفة قوي. ف... ف وانت بتنضفها ببلور بالمكنسه، انا بفضل البلور اللي هو اللي بيخرج الهواء بسرعه عاليه. انا بفضل وبنسبه كبيره قوي انك انت تتجه في نقطه البلور ده لما توجهه ناحيه المراوح، تمسك المراوح بحيث ان المراوح ما تتحركش مع مع طرد الهواء. تنضف المروحه كويس، وبعد كده تستخدم مناديل عاديه. ما تستخدمش، انا بصوا هتلاقوني في الفيديو بستخدم مناديل مبلله، او المناديل اللي بتبقى فيها ماده كحوليه، بس هي بيبقى فيها ماده عطريه بسيطه عشان خاطر تديك الريحه اللي انتوا بتشموها طبعا. فده عمل بتعمل ايه؟ هتلاقوا في اخر الفيديو الكيس، الاجزاء البيضاء اللي فيها اصفرت بسبب المناديل دي. فانا لا انصح نهائي بانك انت تستخدم مناديل عطريه او المناديل المبلله. انت ممكن تجيب منديل عادي وترش عليه كحول ايثيلي او كحول يعني على طول على المنديل العادي الناشف، بحيث ان هو يوصلك لاحسن نتيجه ممكنه من التنظيف او ايا كان. طيب، في نقطه كمان احب اقولها لكم، انك انت وانت بتنظف اي جزء في البي سي، لو طلعت كارت الشاشه او الكلام ده، يفضل ان انت تنضفه بالاكاي. هوريكم الاكاي. الاكاي هو اسبراي جاف متطاير. يعني ايه؟ يعني انت بترشه على جزء من اجزاء البي سي، اذا كانت الرامات، الجزء اللي بيركب فيه الرامه، او الرامه ذات نفسها، كارت الشاشه، او المكان اللي بيركب فيه كارت الشاشه ذات نفسه. هو ماده بتتطاير، بتنضف. تمام. او بتشيل من على السطح الاتربه اللي عليه، وبتتطاير في الجو. بتسيبها تنشف ثواني، وبعد كده تركب. طيب، ما تستخدمش منها كتير، و... وتستخدمها وقت الحاجة. ما فيش عندك الكارت كان شغال تمام، الرامات شغالة تمام، ما تشيلش حاجة من مكانها. انت مجرد بس طلع الهواء اللي في البي سي وخلاص. دي نقطة من النقط المهمة. في العموم، استخدامك في الوضع الطبيعي، ابعد البي سي او الكيسة بتاعت الكمبيوتر او حتى اللابتوب عن اي مكان ناحية شبابيك او ايا كان، بحيث ان الاتربة والحاجات دي كلها ما تعديش في مجرى المروحه دايما، وتلاقي ان البي سي بتاعك في فترات قصيره مطرب او مليان تراب او الحاجات دي كلها، لان الموضوع ده مهم جدا وموضوع بايخ قوي. فانت عشان تسهل على نفسك وتبعد عن المشاكل دي كلها نعمل كده. طيب، في حاجه كمان انا وانا بنظف البي سي اكتشفتها، الا وهي ان المراوح بعد ما انت بتنظف بتلاقي بتسمع منها اصوات. بيبقى في جزء منهم بسبب ان في اتربه دخلت جوه والحاجات دي. فيفضل ان انت بالاقاي توجه الشفاط الصغيره دي،
جوه المروحه وتدي له نفضه بس، وهتلاقيه اشتغل تمام ومفيش اي حاجه. ما تستخدمش اي منتجات تانية فيها زيوت او شحوم او ايا كان، اللي هي الشحم او الحاجات دي. لان الحاجات دي تبقى عايزه احترافيه اكتر، وتبقى فكك المروحه وحاجات من دي. فتجنبا لاي اضرار زياده، تمام، عشان ما يحصلش ضرر على المنتج او القطعه. تجنبا للحاجات دي استخدم الاقاي، ماده مواد جاف، يعني ماده ما بتعملش اي حاجه. هي عباره عن سائل جاف بيتطاير في الجو مع الهواء، وخلاص هينضف لك اللي انت عايزه وخلاص، بحيث ان هو من غير ما يأثر او يعمل اي اضرار. طيب انا بقى واحده من الحاجات اللي كانت بتقابلني في المكتب ده او تعبتني في المكتب ده هو ما حجمه. حجم المكتب اللي قدام منكم ده متر في 60 سنتي. واحدة من المشاكل اللي أنا باقابلها هي لمّا باحط 2 مونيتور طبعًا، مش بيدّيني مساحة كافية، ولكن خلّينا نقول إن يعني هو مقضّي الغرض وزيادة. آآ ولكن يعني برضه لمّا تيجي تختار مكتبك أو أي حاجة من الحاجات دي، اتأكد كويس أوي إنّك أنت وأنت بتختار المكتب إن هو يكون واسع كفاية، مُريح كفاية. اختيارك للmouse pad وللmouse شخصيًا يُفضّل يكون اختيارات احترافية أوي، حتى لو بأسعار خلّينا نقول عادية. مش لازم برضه يعني اللي هو أنا أجيب أعلى حاجة أو أجيب منتج غالي أو حاجة، لأ، ممكن في منتجات كتيرة بتستخدم سنسورات احترافية، إذا كان الماوس، إذا كان الكيبورد. أكتر من وقت واحدة من الحاجات اللي كانت ريحتني جدًا الكيبورد الجيمنج ال الوايرلس. شيء جميل جدًا وحاجة مريحة جدًا، ودايمًا تيجي في اختياراتك أو شرائك للمنتج مش السعر، لأ، القيمة اللي هاخدها من المنتج. ممكن يبقى في فرق 50 جنيه و100 جنيه. يعني الmouse pad اللي أنتم شفتوها اللي أنا غيّرتها في الأول دي، دي سادس mouse pad أجيبها. كل mouse pad كنت باجيبها كانت تكلفتها عليّا 200 جنيه. فده معناه إن أنا جِبت mouse pad القيمة بتاعتها بقيمة اللي أنا جِبتها ب600 جنيه. واللي ب600 جنيه اللي أنا جِبتها حاليًا من Red Dragon أداها ممتاز جدًا بالنسبة لي. شايفها مريحة، خامتها كمان بتخلّي الماوس خفيف جدًا على الماوس باد، ودي حاجة أنا ما كنتش بالاقيها في أي ماوس باد تانية. فأنا أتمنى إن أنت وأنت بتشتري حاجة دَوّر على قيمتها، ما تدوّرش أو على الفاعلية بتاعتها، ما تدوّرش على سعرها. نقطة السعر إن شاء الله هتلاقي أحسن سعر مع التدوير ومع اللَف والحاجات دي. إحنا كده، كده يعني بنحب اللَف، فلِف في الحاجة اللي تفيدك. طيب، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. أنا كده، كده طبعًا هتلاقوا وإحنا بنتكلم كل ده الفيديو هيبقى شغال في الخلفية. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. وأنا كده، كده في أي أسئلة أو أي حاجة أو أي تجربة تانية عايزين تعرفوها، أنا ممكن أنزل لها فيديو وأفهّمكم إيه اللي يتم وإيه أحسن اختيارات ممكن تختاروها للPC عمومًا. شكرًا ليكم، أنا محمد، وأتمنى ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة يعني وتضبطونا وكده. وشكرًا ليكم، يالّا سلام.